يحاول بعض تجار الأدسنس في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، وذلك من أجل ربح بعض الدولارات في أخبارهم الكاذبة وللتأثير على الرأي العام المغربي. ومن بين هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة حاليا في موقع يوتيوب هي وفاة والدة نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال. وحسب مصادر قناتنا فإن والدة بوفال بخير وفي صحة جيدة في دولة قطر، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها مباشرة بعد نهاية نهائيات كأس العالم التي استضافتها دولة قطر. وكان لاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال قد ظهر بدون والدته خلال الاستقبال الفخم الذي خصصه الملك محمد السادس إلى لاعبي ومكونات أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر. ويعود السبب في غياب والدة بوفال إلى بقائها في قطر للخضوع إلى فحوصات طبية أعقبت العملية الجراحية التي خضعت لها، وينتظر أن تسافر من هناك إلى فرنسا حيث تقطن رفقة أسرتها الصغيرة.